السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عواد بيصعد بالزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد مباراة رائعة. مباراة يعني أنا مش عارف أتكلم بصراحة، مش عارف أتكلم. مباراة طبعا مباراة صعبة جدا، مباراة بتوصل بيها لحد الدقيقة 92 وأنت داخل في الجول في أول 5 دقايق أو في أول 3 دقايق من المباراة. ماتش صعب جدا على نادي الزمالك في ظل الأجواء اللي بيمر بيها النادي. ماتش صعب. ثواني بس نوطي الصوت شوية. ماتش صعب جدا على نادي الزمالك طبعا وعلى نادي بيراميدز. الاثنين قدموا مباراه من فرحه الفوز انا مش عارف اتكلم. الزمالك وبيراميدز بيقدموا مباراه جميله، مباراه رائعه، مباراه ممتعه جدا. سكواد نادي بيراميدز سكواد كبير جدا وسكواد تقيل جدا. نادي الزمالك لا يقارن السكواد بتاع الحالي بتاع نادي الزمالك بالسكواد الحالي بتاع نادي بيراميدز نهائي. اكتر المتفائلين في نادي الزمالك النهارده او من جماهير نادي الزمالك النهارده بان الزمالك يخرج خسران 1 خسران 2. ما يعني اكتر المتشائمين ان هو يعني بالنسبه للزمالك كان هنشيل مثلا ايه، هنطلع بسكور. انما الحمد لله رجاله الزمالك النهارده، لعيبه الزمالك النهارده كانوا رجاله، كانوا قد الموقف اللي هم فيه. رغم ان في اخطاء كتير جدا حصلت، بس الحمد لله. ما هو انا مش هلعب لحد الدقيقه 92 واجيب جول في الدقيقه 92 واخش اشواط اضافيه ويخش فيها جول واتعادل ويخش فيها جول تاني واتعادل وما تبقاش التاهل من نصيبي في الاخر. الحمد لله عواد انقذ الزمالك النهارده وصعد بالزمالك لنهائي كاس مصر. مباراه صعبه جدا طبعا ومباراه مهمه جدا للكابتن معتمد جمال، ومباراه مهمه جدا قبل التوقف الدولي. وببارك لنادي الزمالك طبعا، وببارك لجمهور نادي الزمالك، وببارك لعيبه نادي الزمالك. وانتوا رجاله بمعنى كلمه رجاله، بغض النظر عن الغيابات اللي موجوده. سواء سيف الجزيري او عمر جابر او مصطفى شلبي او محمد عبد الغني الاهلاوي مالناش دعوه بيه. بس اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده لعيبه رجاله بمعنى الكلمه رجاله، بغض النظر بقى عن التشكيل وبغض النظر عن التشكيل اللي كان الزمالك كان بيلعب بيها النهارده، لان هي ما اتغيرتش اصلا من اخر ماتشين اتلعبوا او من اخر فتره الاخيره، الماتشات الاخيره اللي الزمالك لعبها بيلعب بنفس التشكيل النهارده 3-5-2 او 3-4-3. برضه مش مفهومه. احنا لما الكابتن معتمد جمال خرج محمود علاء، ما حدش فهم تغيير محمود علاء دي. لما عبد الشافي نزل احنا قلنا خلاص هيخليها 4-3-2-1، دي معروفه. انما اتفاجئنا ان هو بيسحب محمود علاء، ما نفهمش ليه. بس محمد عبد الشافي نزل ادى، كان راجل طبعا. محمد عبد الشافي ليه تقدير والاحترام. ومحمد طارق نزل برضه كان ليه بصمه كبيره. ولاعيبه نادي الزمالك النهارده الدفاع، مش هنتكلم على اي سلبيات النهارده خالص او مش هنتكلم على اي سلبيات في الفيديو ده. الفيديو ده احنا طالعين بس نتكلم ونقول مبروك نادي الزمالك، وبنبارك نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على التاهل التاريخي والتاهل الكبير جدا على فريق بحجم فريق نادي بيراميدز. يعتبر في الوقت الحالي فريق نادي بيراميدز هو تاني فريق في مصر بعد النادي الاهلي، من حيث كل حاجه بقى، من حيث السكواد ومن حيث القيمه التسويقيه للنادي ومن حيث اللعيبه. ده يا راجل دلوقتي نادي بيراميدز دلوقتي انت لما تسمع الاسامي بتاعه بسم الله الرحمن الرحيم، الاسامي المحترفين اللي عنده، انت يصعب عليك المحترفين اللي بتيجي عندك في نادي الزمالك. انت دلوقتي يعني محمد الشيبي، حتى الجون الاولاني هو يعتبر الصفقات الاجنبيه خالص. يعني محمد الشيبي بيلعب الكره رمي التماس، بيلعبها لمين؟ بيلعبها لوليد الكارتي. وليد الكارتي بيحطها فين؟ بيحطها في ال 18، بيحطها جوه ال6 يارده لمايلي. بسم الله ما شاء الله، يعني فيكتور مايلي ده او فينسون مايلي ده لعيب هايل جدا طبعا. و في نهايه الفيديو او في نهايه اللايف ببارك لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، والحمد لله على التاهل. وان شاء الله القادم بالناس